سؤال دايما كنت بسأله لنفسي هو امتى اقول على صفة معينة فعلا فيا؟ يعني ايه يا عم اشرف؟ يعني انت مثلا ماشي بتقول والله انا جدع مع كل اللي حواليا، او ان انا برضى باي حاجة بتحصل، ودايما بقول الحمد لله في الضراء والسراء، ودايما بقول للي حواليا يا عم احمد ربنا، لحد ما شاء القدر وشاء ربنا ان يحطني في موقف معين. الموقف ده فضلت فيه تقريبا شهر بسأل نفسي سؤالين: ليه وازاي؟ ففي لحظة كده أنا قاعد فسألت نفسي السؤال ده: هو مش أنت كنت بتقول في شخصيتك أو التركيبة بتاعتك في صفة معينة أنت كنت بتحبها؟ طيب ليه مع أول موقف بالطريقة دي أو بالصعوبة دي بتعيشه، أو ممكن يكون موقف جديد عليك، أنت بدأت تسأل ليه وإزاي؟ أمال فين أشرف اللي كان بيقول أنا كذا وكذا؟ وشاء ربنا إن فعلا تكون دي اللحظة اللي أنا بدأت أدرك فيها يعني إيه ما ينفعش أقول على صفة فيا إلا لما أعيش موقف بعينه، ويتم اختبار الصفة دي فعلا فيا. هل فعلا أنا، على سبيل المثال، لو انا بقول انا بعرف اكنترول نفسي وقت العصبيه، طب لما اتحطيت في موقف اللي عكيت الدنيا يا معلم، يبقى انت لازم تعرف انك ما ينفعش تقول الصفه دي فيك الا لما تعيش موقف بعينه، وتبدا تشوف هو انت فعلا الصفه دي جواك ولا مجرد كلام بتقوله وقت رفاهيه.